في الفيديو ده هنستكشف الطريقة اللي اتعمل بيها الخدعة اللي في المشهد ده. مشهد انقاذ الولد من قدام القطر وهو داخل عليه بسرعته من فيلم باب الحديد. لقطة حقيقية أوي وتبان إن الواد كان على وشك فعلا إن هو يتفرتك 100 حتة. يا ترى اتعملت إزاي؟ هل ممكن يكونوا غامروا بحياة الممثلين وخلوا القطر يخش عليهم بجد وحطوا حياتهم تحت رحمة الحظ؟ لأن أول حاجة بنلاحظها إن سرعة القطر مش بس كبيرة لكن كمان ثابتة، يعني مش بيبقى داخل بسرعة وبعد كده بيبطأ، ومفيش كمان تركيب خلفية وإلا كانت هتبان. عشان نعرف نوصل للحيلة اتعملت ازاي عايزين نرجع لفيلم أقدم منه لنفس المخرج يوسف شاهين وهو ابن النيل. كان في نفس المشهد بالظبط. الظاهر ان المشهد ده كان عجباوي، ان حد ينقذ التاني من على قضبان القطر وهو داخل عليه. شكري سرحان بينقذ فيه فاتن حمامة من على قضبان القطر قبل لحظة من دهسها وهي مغمى عليه على القضبان. بنلاقي ان حركة شكري سرحان وهو بيجري غريبة شوية، كأنه ماشي في شارع غرق مية، وده بيدينا تلميح عن الحيلة اللي اتعملت عشان المشهد يطلع كده. هنرجع 10 سنين لورا كمان لفيلم أقدم منهم هما الاتنين، سي عمر، إنتاج 1941. بالتحديد مشهد نجيب الريحاني في القطر وهو بيتحرك بيخرم الجرنان بالشمسية وبيكون على بعد سنتي واحد من عين الراجل ده. معقول الممثل كان عنده استعداد يخاطر بعينه عشان خاطر المشهد؟ بالظبط اللي انت فكرت فيه صح. لو نرجع لابن النيل ونبطأ شوية اللقطة هنلاحظ غير مشية شكري سرحان الغريبة، إن دخان القطر بيتشافط لجوه القطر بدل ما يطلع منه. وهنلاحظ كمان إن فاتن حمامة بتبتدي تفوق وتقوم معاه قبل ما حتى يلمسها، وده نفس اللي حصل في باب الحديد. الولد بيتخض وبيقوم معاه قبل ما تمسكه. هنا هند رستم وهي بتجري بيبان إنها بتبص كل شوية وراها. هنعمل حاجة دلوقتي، هنقلب اللقطة. بنلاقي أول حاجة إن الولد بيمسك الحاجات اللي في الخشبة وبيرصها بره على الأرض في أماكن مختلفة، اللي هي المفروض الحاجات اللي كانت واقعة على الأرض، وبيلمها وبيحطها في الخشبة. وفي الحتة اللي في الآخر هنلاقي إن هند رستم بتمسكه من دراعاته وبتنزله، والولد بيحمل على رجل وفرد التانية، ولما بينزل على الأرض بيبانس على الهانش بتاعه. أيوة، المشهد اتصور بالمقلوب زي المشهد بتاع فيلم ابن النيل اتصور بالمقلوب، وزي مشهد سي عمر اتصور بالمقلوب برضه. هنا المشهد بتاع باب الحديد، القطر بيبقى ماشي في الاتجاه ده، وهند رستم بتستنى أول ما القطر يعدي وبتنزل الولد على الأرض، وبعد كده الولد بياخد الحاجات اللي على الأرض ويحطها جوه الخشب وهي بتقعد تجري بالمقلوب. عشان كده هند رستم كانت عمالة تبص وراها وهي بتجري، لأنها كانت خايفة تخبط في حاجة أو تلبس في الجردل وهي ماشية بظهرها. وعشان كده برضه كان شكري سرحان بيجري بطريقة غريبة عشان هو كان بيجري بظهره. طبعا فرق السنين ما بين الفيلمين عمل فرق في خبرة يوسف شاهين في توجيه الممثلين على الحركة، وده اللي خلى جري هند رستم كان طبيعي أكتر، لأنهم خدوا شهور تدريب على اللقطة دي بس، على كل حاجة، على الجري ولا تعبيرات وش الولد اللي بيعملها بالمقلوب. وبكده ظهر المشهد بشكل احترافي وخلى ناس كتير ما تاخدش بالها ان الحيلة اتعملت ازاي.